السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفة ديال البقلاوة، ولكن بطريقة اللي بغينا نقولوا سريعة وجديدة. غادي تكون يعني على شكل رولي. غادي نحتاجوا فيها هاد الورقة ديال الفيلو، فيها تقريبا واحد 8 حتى 10. انا هاد الباكيه عندي فيها 8 حتى 10. كنلقاوها في جميع المراكز التجاريه، في البلاصه اللي كيبيعوا فيها حتى الورقه البسطيله والورق العجين المورق وكاع هاد الانواع ديال المعجنات. غادي نحتاج للزبده، غنحتاج تقريبا واحد 125 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبها، وغنحتاج الفواكه الجافه. هنا بالنسبه لي انا اختاريت الجوز ولا الكركاع ولا البيستاش او الفستق، ما يكونش فيه الملحه. تقدروا تختاروا اي نوع واحد اخر، اللوز، البندق، اي نوع واحد اخر غادي يكون لكم هو هذاك. عندي تقريبا ما بين 100 ل 150 غرام، يعني ما كنحتاجش واحد الكميه كبيره، على عكس البقلاوه العاديه اللي كتحتاج كميه اكثر ديال الفواكه الجافه. بالنسبه للسيرو، باش غادي ندهن هاد البقلاوه، غادي نحتاج كاس ديال الماء، هاد العبار بنفس هاد الكاس غنعبر 2 كيسان ديال السكر سنيده، شويه د العسل الحامض وشويه ديال المزهر. دونك صافي، هذه هي المقادير اللي عندي، وغادي نبداو ان شاء الله. وغادي نوريكم طريقه التحضير بسيطه وسهله ونتيجه زوينه ان شاء الله. دابا اول خطوه غنبداو بها ان شاء الله هي غادي ندوبوا الزبده، هي باش غادي ندهنوا داك ورقه الفيلو. بيت ما ديك الزبده ديالي كتذوب، غنشد الفواكه ديالي اللي بغيت اللي اختاريت، وغادي نطحنهم شي شويه. ما غاديش نطحنهم حتى يوليو على شكل بودره، يعني لا، غادي نخليوهم شويه، يعني نحسوا بهم يكونوا كناكلوا، ماشي بودره كاع. صافي بهذا الشكل تقريبا غيوليو بحال هكا. ها هي الزبده ديالي ذابت. اذا احتاجيت الزبده وانا كنخدم غادي نعاود نذوب شويه. دابا غادي نبداو في الطريقه ديال اللف ديال هاد البقلاوه اللي قلنا رولي. غنشد واحد الورقه. هاد الورقه فيلو مهم بزاف. ملي كنخدموا بها مثلا كنخدموا بواحد الورقه ولا جوج، الاخرين كنغطيوهم دائما. ما يمكنش تخليوهم ما مغطينش، لان كينشفوا واحد السرعه كبيره. غنشدوا الورقه الاولى ديالنا ديال الفيلو، ها هي، غندهنوها مزيان بالزبده. هما كيستعملوا في الدول الاخرى كيستعملوا السمنه، ولكن حنا ما عندناش، نكتفيو غير بالزبده. غنشدوا شويه من داك الفواكه اللي طحناهم، الفواكه الجافه، نرشوا. علاش قلت لكم كنحتاجوا كميه قليله، ماشي بحال البقلاوه الاخرى اللي كتكون طبقات كنحتاجوا كميه كبيره ديال الفواكه الجافه. بالنسبه لهذه لا، ما كنحتاجوش بزاف. دابا كيفاش غادي نديروا التشكيل ديالها؟ غناخذوا شي عود بحال هكا. انا هذا خديتهم هذوك اللي كنعلقوا فيهم البابي الومنيوم وداكشي، خديت بحال هذا، ولكن اي عود عندكم تقدروا تستعملوا. ها هو، ها انا غنديرو هنايا، غنديرو في هذه الحافه الاولانيه ديال الورقه، وغنلوي. كنلوي بشويه، حاولوا انها ما تقطعش. صافي، ها هي عندي اول وحده. غنشدو دابا ورقه اخرى، ورقه اخرى ديال الفيلو. شنو غنديروا لها؟ غادي ندهنوها عاوتاني بالزبده دائما. دابا غادي نشدو من البلاصه التحتانيه اللي هنا فيها السده، هي اللي غنديرها لتحت. هاد الورقه الثانيه غندير لها غير الزبده فقط، ما غنعاودش نرشها بالفواكه، وغادي نلوي. دابا ها حنا غنشدوه من جوج ديال الجهات، من هنا بالطرف بجوج يدينا مزيان، وكنبداو كنديرو بشويه بشويه، كنضغطو بشويه، كيولي لنا واحد الشكل هكا بحال مكمش ولا فخواسي. من بعد غنجبدوه.
هانتوما كيتجبد بكل سهوله. دابا غادي نحطو في واحد الصينيه ديال الفران، وغنحط واحد حدا واحد. كنحاولوا نقاربوهم مزيان، ما نخليوش يعني الفراغ بيناتهم، نقربوهم واحد لاصق في واحد. ها هما البقلاوه ديالنا هي واجده. سالينا داك الورقات اللي كانوا عندنا كاملين. دابا غادي نعاودو قبل ما ندخلوها للفران غادي ندهنوها عاوتاني بشويه ديال الزبده مذوبه اللي بقات لنا، وغادي ندخلوهم للفران بحال اللي شفتوها نتوما، وحده حدا وحده. ما يكونش من الافضل ما يكونش بيناتهم الفراغ باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. غندخلوهم للفران مسخن على درجه حراره 170 حتى 180 درجه. انا من الاحسن نشعلو على النار في الاول غير من التحت باش يتحمروا لنا مزيان من التحت، ومن بعد دوز واحد 15 دقيقه تقريبا بحال هكاك نشعلو حتى من الفوق، يعني غيوليو عندنا مشعولين من الفوق للتحت حتى يتحمرنا الوجه ديالهم مزيان. تقريبا كياخذ تقريبا الوقت كامل ديال الطهي واحد 25 حتى 30 دقيقه ماكسيموم على حسب النوع ديال الفرن. ومن يكونوا كيطيبوا غادي نوجدو، غادي نوريكم كيفاش نوجدو السيرو باش غادي نسقيو به البقلاوه. على بيد ما نخلينا ديك البقلاوه ديالنا كطيب في الفران. دابا غادي نوجدو السيرو باش كنسقيوها بها من غنخرجوها. هو عباره كاس ديال الماء، بنفس الكاس اللي عبرنا به الماء غنعبروا جوج ديال السكر. دائما السكر كيكون ضعف ديال الماء. نديرو على درجه على الحراره يعني متوسطه، على النار متوسطه. من غنحسوا بداك السكر داب عاد غنزيدوا الحامض والماء زهر. ها هو ملي بدا كيذوب عندي شويه داك السكر في الماء وبدا شويه غادي يبدا يوصل للغليان، غادي نزيد عليه واحد المعلقه كبيره نتاع الماء زهر، معلقه حتى المعلقه ونص على حسب الذوق. كنحركو شي شويه، كنقصوا عليه شويه النار، واحد شويه كنقصوا عليه غير شويه، وكنخليوه واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق. هي البقلاوه ديالي جبتها من الفران، طيبتها بحال اللي قلت لكم في الاول، درت عليها النار غير من التحت ودرتها في الطبقه الاخيره ديال الفران باش تطيب مزيان من التحت. من بعد ما درت واحد 15 20 دقيقه شلت عليها كذلك من الفوق باش كتحمر ليا من الوجه، وهذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لداك السيرو اللي غادي او القطر اللي كيسميوه باش غادي ندير، غادي نسقيها دابا، هو هذا. خليناه بحال اللي قلت لكم قبيله تبدا كيغلي واحد المده 10 دقائق. ودابا كتكون البقلاوه سخونه، وهذا كيكون اما بارد واما دافي. غنخويها عليه، هانتوما حنا خوينا عليه هذاك القطر كامل او السيرو. دابا شنو غنديرو؟ غنخليوها في هاد الصينيه ديالها غتشرب مزيان داك القطر، وغادي نخليو هذا الشيء كيبرد مزيان تتبرد تماما. اون فوا تبرد غادي نشدوها وغادي نبداو نقطعوها اما بحال هكا اولا بشكل مائل، وصافي كنزينوها اما باللوز ولا الكركاع ولا الفستق اولا البيستاج، المهم الفاكهه الجافه اللي بغيتو، وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم هذه الوصفه، وجربوها وردوا عليا الخبر لان غتعجبكم بزاف. وانتم شفتوا الطريقه سهله وبسيطه ما فيها حتى شي تعقيد. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيوه، وكذلك تشاركوا معايا في القناه ديالي باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.